بصوا بقى الكيكه دي من كتر سهولتها هتقوموا حالا تعملوها دلوقتي. دي بقى لو محتاره مثلا في فطار للولاد تعمليها لهم مع شاي ولبن او مع لبن، بجد جامده من الاخر. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هجيب 4 بيضات. تمام، الاهم حاجه الحاجه بتكون بدرجه حراره الغرفه، يعني بكون مطلعها من التلاجة مثلا قبلها بساعتين. بحط عليهم رشه من الفانيليا، بحط عليهم كوبايتين من السكر. وخدوا بالكم الكوبايات اللي بعاير بيها بتفضل هي اللي مكمله معايا للاخر، يعني معيار الكوبايه بيبقى واحد. انا هنا حطيت نص كوبايه زبده ونص كوبايه من الزيت جهزتهم، وهحطها على الخليط وهقلب كويس جدا. واهم حاجه اللي احنا نقلب حلو بالمضرب دون علشان خاطر الخليط كله يدوب في بعضه. بعد كده حطيت كوبايه من اللبن، وخدوا بالكم هنحتاج لبن تاني. بعد كده حطيت 2 زبادي زبديتين. هميكس الحاجات دي كده كلها مع بعض. تعالوا بقى نحضر المكونات الجافه. عباره عن 4 كوبايات من الدقيق وعليهم كيسين من البيكنج باودر، وبنخلهم كده كلهم مع بعض. تمام، وزي ما اتفقنا اهم حاجه نوع الدقيق يكون حلو. انا استخدمت هنا دقيق الضحى. هنا هضيف رشه من الملح على الدقيق. تمام، بعد كده هخلط المكونات السايله على الجافه اللي احنا عملناها مع بعض. اهم حاجه هنا التقليب يكون في نفس الاتجاه بالمضرب بتاعنا. طبعا الشاطر هو اللي هيكتب لي في الكومنتات ليه بنقلب الكيكه في نفس الاتجاه. هي هنا احتاجت كوبايه من اللبن تاني، حطيت عليها كوبايه من اللبن. هبدا بقى هنا اللي انا هعمل حته خليط علشان يعزل صينيه الكيكه جامد جدا. ما بيخليش الكيكه تتحرق، ما بيخليهاش تلزق، جامده من الاخر. بجيب زيت كده زي ما انتم شايفين وبحط عليه دقيق وبعمله زي العجينه وبدهن بيه الصينيه. استحاله 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 ان هي تلزق الكيكه منك في الصينيه او تتحرق ان شاء الله باذن الله. انا هنا بعمل الكيكه نصين، هحط نص الابيض، وبعد كده هسيب نص من الكيكه وهضيف عليه ظرف من النسكويك. طبعا هنا ضفت نسكويك فهحط لها شويه صغيرين من اللبن عشان النسكويك ده بودره. تمام، طبعا انا بقى بحبها غامقه قوي، بنحبها غامقه فبضيف نسكويك كتير. انما انتوا لو عايزينها فاتحه شويه مفيش اي مشكله. ممكن هنا بقى تضيفوا شوكليت شيبس عليها من فوق الوش، بجد بتبقى يعني حلوه جدا. اهم حاجه بقى بحطها في الفرن على درجه حراره هاديه، واكون مسخنه الفرن من قبلها. واول نص ساعه ما افتحش عليها الفرن خالص. هي هنا كده خلاص استوت وبقت حلوه. بحب اغطيها بفوطه. تمام، وبسيبها 3 4 ساعات. تمام، علشان اعرف اقطعها كده وتبقى طريه معايا وحلوه. واصلا الشكل بقى بتاعها بيتحدث عن نفسه، وطعمها بجد حكايه. جربوها كده واكتبوا لي في الكومنتات عملت ايه وطعمها ايه معاكم. اهم حاجه بقى عايزه التشجيع الحلوه منكم باللايك والشير. وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.